الجملة الشهيرة بتاعت كل راجل بيقول لمراته: هو انت بتعملي ايه؟ انت طول النهار قاعدة على الفيسبوك. حضرتك الست دي اللي مش عاجباك دي بتصحى تروح الشغل، ترجع تطبخ، توكل ولادها، يلا ناخد دش، تحل الواجبات وتذاكر. ابنها ده عنده درس بتنزل توديه وتفضل تلف يا عيني في الشوارع لغايه لما يخلص وترجع ابنها. بنتها عندها تدريبات يومين ثلاثه في الاسبوع، بتنزل توديها وتقعد جنبها لغايه لما تخلص وترجعها. حصل استدعاء ولي امر حضرتك، هي اللي بتروح المدرسه وهي اللي بتتحط في وش المدفع لان حضرتك مش فاضي او مسافر. ابنها تعبان في اي وقت بتنزل تجري بيه على الدكتور، مش هتستناك لما انت تيجي. يوم الجمعه بتنظف الشقه، بترفعها، بتجيب عليها واطيها، بيبقى يوم مجهد جدا بالنسبه لها. بلس بقى النهارده عند مامتها، النهارده صاحبتها في مشكله فرحت لها، النهارده في واجب عزا. فحضرتك الست اللي انت بتتهمها انها قاعده على الفيس دي بتبقى ماسكه الموبايل وهي واقفه جنب البوتاجاز وهي في التدريب مستنيه. فبلاش دايما اللوم والانتقاد، وحط نفسك مكانها.